الناس اللي حطت فلوسها واستثمرت وامتلكت مزرعه نخل معانا في قطاع بشاير، النهارده بنقول لكم شكرا. الباشمهندس احنا هنا واقفين في قطعه 7، و7 دي عباره عن 5 فدان، 2.5 فدان للباشمهندس بهاء الدين عبد الرازق، و7 بي، يبقى 7 ايه بهاء، و7 بي الاستاذه ولاء الدين عبد الرازق. هم 2 اخوات حطوا البيض في سله واحده اسمها بشاير، وجم قالوا لي احنا عايزين ارض وعايزين مزرعه نخل. قلت لهم فلوسكم في ايد ربنا سبحانه وتعالى. دي قطعه 7 A و B للاخوين المحترمين، ناس في قمه الذوق والاخلاق والادب. تعالى يا ابراهيم نجيب تفاصيل القطعه. القطعه 300 نخله، 2.5 فدان ولاء و2.5 فدان بهاء، يعني 150 نخله ولاء و150 نخله بهاء. ما شاء الله. بالصدفه كده انزل هات الصوره دي كده، هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها خلفه الفسيله. خش على اللي بعدها، هات منظر كلي كده للمساحه. تمام؟ هات منظر كلي للمساحه، هتلاقي حاجه تفرح. يعني انا شخصيا فرحان. الباشمهندس بهاء هيجي خلال الاسبوع اللي جاي، هيبقى فرحان، لان المستثمرين اللي قبله كانوا مبسوطين لما جم وشافوا البنيه التحتيه وشافوا المشروع. هات لقطه كليه تظهر المساحه بالكامل، 5 فدان هنا و5 فدان هنا. طبعا المربع عباره عن 15 فدان، يمين وشمال طرق من كل الاتجاهات. ال 15 فدان يعني 3 قطع، وفي ظهرهم حوالي 3 قطع تاني. تمام. احنا هننتقل من القطعه 7